تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحلي، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أبدأها معكم كالمعتاد من العناوين. إصابة 9 مواطنين بكوفيد 19. تيسير أعمال فاعلة في الحمل الخضراء. تقييم العملية التعليمية في فروع. المديرة المالية لشركة هواوي تقادر كندا والصين تفرج عن كندي. باكستان والهند تتبادلان اتهامات بنشر الإرهاب في الأمم المتحدة. وقضاء إيطاليا يطلق صلاح زعيم انفصال إقليم كاتالونيا الإسباني. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم السبت 25 من سبتمبر 2021 في مراكز العزل بالإقليمين الأوسط وعنسبة إصابة 9 مواطنين بكوفيد 19. 6 من الإصابات كانت في أسمرة بالإقليم الأوسط و3 في كرم بإقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6694، شفي منهم 6628 ووفاة 42 مريضا، فيما لا يزال 24 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 25 من سبتمبر 2021. أعلن ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد إبراهيم تخلو تنفيذ أعمال فاعلة في الحملة الخضراء في الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية أغسطس 2021. وأوضح تدريج مساحة أكثر من 162 هكتار وصيانة مدرجات في مساحة 137 هكتار بمشاركة مؤسسة الحكومة والجبهة والإدارات ونفرة الطلاب الصيفية والأفراد. وأشار إلى إعداد أكثر من 894 ألف حفرة وقرصها بالأشجار، مشيدا بمشاتل الإقليم الأوسط لتجهيز الشتول. وذكر القيام بأنشطة التشجير الناجحة في المؤسسات والمكاتب ومعسكرات قوات الدفاع. بحث إقليم جنوب البحر الأحمر العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص وسبل مكافحتها في اجتماع عقد في عصب يومي 22 و 23 من سبتمبر بحضور رجال الدين والمهنيين الصحيين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة بالإنابة في الإقليم السيد محمد أنوار تحسن ظاهرة العادات الضارة صحيا وذهنيا بالمرأة، ويتطلب مواصلة التوعية لاستئصالها. ودعا رجال الدين والأمهات لتعزيز دورهم لإنجاح حملة المكافحة وضمان صحة المواطن. وذكر رئيس لجنة مكافحة العادات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد علي وجود لجان مشكلة من الشعب والجهات الحكومية في جميع المناطق للدفع بالأنشطة التعبوية. قيم مكتب التعليم في مديرية فور الأنشطة التعليمية في العام الدراسي 2019-2020 وبحث برامج العام الدراسي 2021 و2022. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل علي في التقرير الذي قدمه مقاطعة 20% من الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2019-2020 للدراسة في المراحل التعليمية الثلاثة وبلوغ نسبة النجاح 77%، مشيرا إلى تقديم تعليم محو الأمية في 40 نقطة تعليم. وذكر عن نجاح حوالي 30% من الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة، مناديا المعلمين عامة والمدراء والمشرفين التربويين خاصة لبذل الجهد للتعرف على المسببات وحلها. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رشيد محمد عثمان أن نجاح 77% عامة في المديرية يعد مشجعا، ويجب تقوية الجهود لرفع النسبة في العام الدراسي 2021-2022. وأوصل اجتماع مدراء الضواحي لتقوية الجهد لصيانة المدارس وبناء فصول إضافية ووضع حد
لتسيب المعلمين وفتح مدارس داخلية لرفع المشاركة في التعليم وبناء مدارس إضافية. ودعا مدير مديرية فور السيد عثمان عرفة لتخصيص معلمين من ذوي الخبرة في المرحلة الابتدائية للدفع بالعملية التعليمية والتعرف على المدارس التي تحقق نتائج متدنية وإحداث تقرير سريع. شهدت مديرية شعب في إقليم شمال البحر الأحمر صيانة مدرجات مائية في المزارع الحقلية التي جرفتها السيول المتدفقة من الهضبة والتي كانت فوق مقدرات المزارعين. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد موسى إبراهيم أن أعمال الصيانة التي جرت في مناطق قدقد وشمال وجنوب منشب وتلك وكيلو ساهمت بفعالية في مضاعفة الإنتاج والإنتاجية. من جانبهم قال المزارعون أن عملية صيانة المدرجات المائية التي كانت فوق طاقاتهم بالآليات تساعد في تحويل السيول المتدفقة إلى البحر إلى مزارعهم، معبرين عن أمنياتهم لتساهم بذلك في مضاعفة حصادهم. ويوجد في مديرية شعب أكثر من 8000 هكتار تزرع في الموسمين البحري والمرتفعات. خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات لما دون 20 عاما اليوم السبت في استاد أسمر الدولي مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم كوستاريكا 2022. وخسر منتخب سيدات إريتريا دون 20 عاما بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. وستجري ضد نظيره منتخب تنزانيا وستجري مباراة الإياب يوم 5 أكتوبر في مدينة دار السلام التنزانية. وكان منتخبنا الوطني للسيدات دون السن 20 عاما قد تأهل إلى هذا الدور بعد أن تفوق على جيبوتي ب6 أهداف مقابل هدف في المواجهتين اللتين جرتا في أديس أبابا. سيداتي سادتي، نوافيكم بالأنباء العالمية لكن بعد قليل. أهلا بكم من جديد. قادرت المديرية المالية لشركة هواوي الصينية مينغ وانزهو التي كانت تخضع للإقامة الجبرية في كندا منذ 3 سنوات إلى بلدها بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها إثر التوصل إلى تسوية بين واشنطن وهواوي. تلا ذلك إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن الإفراج عن الكنديين مايكل سبافور ومايكل كوفريغ اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا. واستقلت مينغ طائرة متجهة إلى مدينة شنغن حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية بعد فترة وجيزة على إطلاق سراحها بموجب التسوية. وأمرت قاضية كندية بإطلاق سراح مينغ منهية بذلك إجراءات تسليمها في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر. وجاء إعلان ترودو عن الإفراج عن مواطنيه على مغادرة من كندا. اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهندي في الأمم المتحدة بنشر الإرهاب، ما أثار رد فعل قوي من الوفد الهندي. في خطابه أمام الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة اتهم عمران خان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه يريد القضاء على مسلمي الهند. ومن المسائل الشائكة بين الهند وباكستان هي قضية كشمير، المنطقة الواقعة في جبال هيمالايا بين البلدين اللذين يتنازعان عليها. ويتصاعد الغضب في كشمير الهندية منذ العام 2019 عندما ألقت نيودلهي الحكم شبه الذاتي للمنطقة ووضعتها تحت سلطتها المباشرة. ويقول سكان المنطقة أن القمع اشتد منذ ذلك الحين. وتحدث عمران خان في اليوم الذي يزور فيه ناريندرا مودي البيت الأبيض، واتهم السلطات الأمريكية بالتقاضي عن الانتهاكات التي ترتكبها الهند لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. أطلقت محكمة الاستئناف في ساساري سراح النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا
كارلس باتشومين الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ عام 2017، وذلك بعدما مثل أمامها قضاء توقيفه وسمحت له بمغادرة البلاد بانتظار الجلسة المقبلة. وخرج بوتشيمون من السجن قضاء توقيفه بطلب من إسبانيا التي طالبت بتسلمه على خلفية المحاولة الانفصالية في كاتالونيا في العام 2017 وفق مراسل لوكالة فرانس بريس. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 9 مواطنين بكوفيد 19 اليوم. تأثير أعمال فاعلة في الحملة الخضراء. تقييم العملية التعليمية في فورو. المديرة المالية لشركة هواوي تقادر كندا والصين تفرج عن كنديين. باكستان والهند تتبادلان اتهامات بنشر الإرهاب في الأمم المتحدة. وقضاء إيطاليا يطلق سراح زعيم انفصال إقليم كاتالونيا الإسباني. في أمان الله وحفظه.